موعد تويتو وقناة الناقلة لمباريات الريان القطري والهلال السعودي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2024-2025. بس قبل ما نبدا صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم ويحفظهم، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه علشان تشوف كل الفيديوهات الجديده. في قطر بالتحديد على استاد أحمد بن علي هيلعب الريان والهلال في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد. الهلال والريان في مجموعة الغرب اللي بتضم 12 فريق، ومن المنتظر ان يخوض كل فريق 4 ماتشات على ارضه و4 ماتشات خارج ارضه، وبيتأهل 8 فرق لدور ال 16. الهلال السعودي بيدخل اللقاء واكيد عايز يفوز ويحقق اول 3 نقط في البطولة، والريان بصفقاته الجديدة اللي من ضمنها المصري محمود حسن تريزيجيه، وبعد بقاء اشرف بن شرقي في الفريق وتعزيز كبير لصفوف الفريق اكيد عايز يفوز ويحقق ال3 نقط، خصوصا ان الماتش في قطر على ملعبه. ستقام المباراة على استاد احمد بن علي يوم الثلاث 17/9/2024 الساعة 7 بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والعراق ولبنان والكويت وقطر، والساعة 5 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 8 بتوقيت الإمارات. تعال بقول لك على معلقين والقنوات الناقلة للقاء. الماتش هيتذاع على قناة SSC 1 المشفرة بتعليق فهد العتيبي ومحمد حسين، وكمان قناة بين سبورت 1 AFC المشفرة والخاصة بالبطولات الآسيوية بتعليق عامر الخزاوي، وقناة الكاس 9 المشفرة بتعليق خليل البلوشي، قناة أبو ظبي 2 المشفرة الخاصة ببطولات آسيا بتعليق عامر عبد الله، والقناة الرابعة العراقية منقول مجاني لكن داخل العراق فقط بتعليق رؤوف خليف. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في القناة وتقول لنا بتشجع مين، الريان القطري ولا الهلال السعودي؟